موعد مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري وتشكيل الاهلي المتوقع للمباراة ونقط فنية في المباراة. مباراة لتصحيح الاوضاع، المواجهة المرتقبة في قمة الدوري المصري الممتاز عندما يلاقي النادي الاهلي نظيره بيراميدز، ويسعى الثنائي لتصحيح الاوضاع في جدول ترتيب الدوري المصري بعد انطلاقة ليست بمثالية لهما بعد مرور 4 جولات. يواصل فريق النادي الاهلي بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو اليوم الخميس استعداداته لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري امام بيراميدز بعدما اغلق صفحة مباراته الاخيرة امام غزل المحلة بالجولة الرابعة والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين. ويستعد فريق النادي الاهلي لمواجهة بيراميدز في 9 مساء غدا السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري. وحصل النادي الاهلي على لقب بطولة الدوري المصري النسخة الماضية بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز بعد منافسة قوية بينهما حتى الامتار الاخير. ويسعى النادي الاهلي للحفاظ على لقب الدوري، وافتتح الاحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت، ثم فاز على فرق 4-1 ولم يلعب في الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة التي تجمع بين 21 فريقا فقط. تحاصر الغيابات فريق الاهلي في مباراة بيراميدز، حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر ابراهيم بسبب الاصابة، ويغيب كل من ياسين مرعي ومحمد شكري بسبب الاصابة ايضا، وامام عاشور لعدم الجاهزية الفنية. ويعلق على المباراة على قناة اون تايم سبورت 1 ايمن الكاشف. وفي حالة تعثر النادي الاهلي بقيادة ريبيرو سيتم اقالة المدرب، سواء النادي الاهلي تعادل او خسر سيتم اقالة المدرب، وكذلك يوريتيتشي مدرب بيراميدز في حالة التعادل او الخسارة سيتم اقالة المدرب. قائمة الاهلي لمباراة بيراميدز جاءت كالتالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير، في خط الدفاع اشرف داري واحمد بيكهام واحمد عبدين ومصطفى العشي ومحمد هاني وكريم فؤاد، وفي خط الوسط محمد علي بن رمضان واليو ديانج واحمد رضا ومحمد مجدي قفشه، وفي الهجوم احمد سيد زيزو وتريزيجيه واشرف بن شرقي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله وجراديشار ومحمد شريف. تشكيل الاهلي المتوقع للمباراة: في حراسة المرمى محمد الشناوي، على اليمين محمد هاني اللي كان غيابه مؤثر في الفريق في مباراة غزل المحلة الماضية، لعب مكانه عمر كمال عبد الواحد اللي عمل شوط اول وخرج ما بين الشوطين في مباراة غزل المحلة وعمل شوط سيء. في قلب الدفاع اشرف داري واحمد رمضان بيكهام، ويا ريت احمد رمضان بيكهام يكون مركز في المباراة دي لانه بيعمل اداء سيء برضه. على الشمال كريم فؤاد اللي بيقدم مستوى رائع. في خط الوسط اليو ديانج اللي بيأدي اداء رائع، واحمد رضا ومحمود تريزيجيه اللي المفروض تريزيجيه يركز اكتر من كده لانه جاي نجم، المفروض تريزيجيه من كباتن النادي الاهلي يبقى اكثر تركيز. وفي الهجوم على اليمين احمد سيد زيزو، وعلى الشمال اشرف بن شرقي، وفي الهجوم محمد شريف. ان شاء الله لاعيبه الاهلي تكون مركزه في المباراه دي، والمباراه تخلص بنتيجه كبيره لصالح النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب ذهب لتدريبات النادي الاهلي صباح اليوم وحذر اللاعبين من فقدان اي نقاط جديده، واغلق ملف تجديد وتعديل عقود اللاعبين حاليا بسبب سوء النتائج، واكد للاعبين ان اي لاعب يجيله عرض وعايز يمشي مفيش اي مشكله. توقعك لنتيجه مباراه الاهلي وبيراميدز غدا السبت، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.